بالعكس يعني وزراء صدام ذاك الوقت انزه بكثير، ماكو واحد يبوك. صدام مات. وزراء صدام افضل؟ اسال العراقيين. الان سقط النظام، صار له 13 سنه. زين. وثائق النظام البائد موجوده. زين. صدام حسين عنده 600 عقار بين قصر وفيلا واستراحه و كلهن مسجلات باسم ديوان رئاسه الجمهوريه. ماكو شيء باسم صدام حسين الشخصي. زين هذول لا بنوا لديوان رئاسه الجمهوريه، لا بنوا للدوله. خارج العراق ماكو اموال الهم. يعني هاي عائله صدام، عائله طارق عزيز، شنو الاموال اللي عندهم؟ 35 سنه انت الان وين ما تمشي الطرق عصر صدام حسين. البنايات، الوزارات اللي يداومون بها الوزراء الان بايام صدام حسين. العفو كانت تطلع في الغالب كان تستثنى 3 مواد: الزنا بالمحارم والحشيشه والتجسس والرشوه. الرشوه كانت ما تشمل؟ الرشوه ما تشمل. يعني لاحظ المشرع العراقي منطر الرشوه فد خطوره. ايه كانت الرشوه يعني بمستوى الزنا بالمحارم. ايه طبعا الرشوه كانت كارثه. خلي يسمعون الجماعه. الرشوه كانت كارثه. يعني انا شفت وزير عراقي قدامي مسجون، ما اتذكر اسمه، وزير الزراعه، انعدم هذا ونطى حقل دواجن مال الخالص، الواحد يعرفه، اعتبروه انه هو ماخذ من هذا، فهو قال لهم انه انا هذا يعني قدم على المناقصه، اعرفه صحيح يعني صديقي، بس هو قدم على المناقصه وانت اقل الكل. قالوا لا مو انت نعطيه الرقم وهذه، حكموا عليه. الاثنين التقى صدام حسين ولو ساعتين 3 ساعات وعشت ويا حافظ الاسد. نعم. الان لو تخلي مقارنه، منو اكثر صدقيه؟ منو اكثر يعني انتماء لمبادئ البعث؟ منو اكثر قربا مبادئ البعث؟ صدام، رفيق صدام يعني من يوم اللي انتمى للحزب الى يوم اللي استشهد به هو بعثي وبطل وجريء. يعني انا يوم اللي صار استشهاد انا كنت متاكد 100% مو 99 انه هو راح يمشي رافع راسه وما خايف ويحكي، متاكد. وبالفعل سواها هالشكل صدام. وبعدين صدام كان نزيه جدا. واذا واحد كان عنده شك، ومثل ما كانت الاشاعات كثير تدور يعني عليه، بما في ذلك انا كنت اسمعها انه عنده بيوت وعنده قصور وعنده كل شيء، ما عنده. باسمه ماكو شيء ولا فلس، لا هو ولا عائلته، لا بناته، لا زوجته، اولاده، مرته، كلهم ولا. هذا ثبت ما يحتاج يعني. هسه عايشين برا ما عندهم ولا فلس. يعني انا اعرف بالتفصيل، اعرف شنو وضع ام عدي وبنته الصغيره حلا اللي عايشين قطر عفوا، وضعهم مو زين الاقتصادي والمالي. واعرف انه البنات الكبار 2 بعمان عايشين في ضيافه الملك الاردني فقط، وما عندهم مصرف فلس واحد. لا هو منين إلى 5 ملايين دولار؟ ما طلبت الشيء. سنتيمتر واحد ما عنده سيدي، سنتيمتر واحد بالعراق ما عنده. حضرتك دوائر التسجيل العقاري موجوده، وهذا واحد يقول صدام حسين ترك سنتيمتر باسمه. يعني صدق هاي الابلاك اللي طلعت مو باسمه؟ يعني بعد باسم منه هي كانت تسمى؟ ليش يقولون قصور صدام مثلا؟ نهائيا لا، ماكو عقار طلع باسمه ولا سنتيمتر في كل دوائر التسجيل العقاري، وموجودين التسجيل العقاري موجودين وزاره العدل. اذا طلعوا سنتيمتر واحد باسمه انا حاضر. يعني جهاز رقابه مالي كان بزمن صدام حسين، ابن ابوه اللي يسرق له دينار بالدوله العراقيه، منو هذا؟ جيبوا لي قولوا لي وزير، مدير عام، وكيل، هذا والله اختلس، باق، سرق، كذا من الدوله العراقيه. وين اكو بتاريخ الدوله العراقيه؟ اخذ سياره سوبر رشوه، تسهيلات بسيطه، والله انحكم مؤبد عليها. والله رفيق صدام مثلا قصه النزاهه، قصه انه يمقت الرشوه بشكل رهيب. يعني أصدقاء إلى ناس يحبهم ويحترمهم، من سمع بهم أنه ماخذين مكاسب بسيطة تافهة جدا، زعل عليهم وعاقبهم وحاسبهم. ما اكتشفنا في الرئاسة أحد
يستطيع أن يزور إلا واحد وأحيل إلى المحكمة، وأظن حكم لو بالمؤبد لو بالإعدام. فاللي يعملون وياي مؤتمنين. نعم بشكل عام. نعم.